هو مين بياخد قرار الطلاق أسرع، الراجل ولا الست؟ وإيه هي الأسباب أصلا؟ قرار الطلاق مش سهل نهائي، لا على الراجل ولا على الست، بس مين فيهم بقى اللي بياخده أسرع؟ تعالوا أقول لكم بقى إيه الفرق. تعال. الستات أول ما بتتعصب شوية تقول له طلقني طلقني، طلقني، لو مش عاجبك طلقني. وهي بقى ما بيبقاش قصدها طلقني اللي احنا عارفينها، بيبقى قصدها ايه؟ اتمسك بيا، اهتم بيا، اتحايل عليا شويه، دلعني او هاتلي دهب، وهكذا. علشان كده قرار الطلاق عند الست متهور وبتندم عليه احيانا، على عكس الراجل اللي بيهدد بالطلاق. وده مش كل الرجاله بتعمله برضه، لانه شيء سيء جدا. يطلق؟ لا، لو الراجل طلق بيبقى بعد تفكير طويل جدا وبتبقى السكه قفلت. فنصيحة للستات، اهدي كده يا حبيبتي وادرسي كلامك قبل ما تقوليه، علشان مش كل الرجالة بتبقى فاهمة احنا عايزين ايه، اذا كنا احنا اصلا مش فاهمين نفسنا. لا لا يا باولو يا باولو يا باولو باولو منتج يا باولو. المهم لما نطلب نبقى عارفين السبب ومقررين وعارفين ان ما فيهاش رجعة، علشان دي سكة اللي يروح ما بيرجعش. قولولي بقى في الكومنتات كده، الست لما بتطلب الطلاق بتبقى بقى في الحقيقة عايزة ايه؟ اعمل يا جدع لايك، اقرا لي، قول لي الله ينور، ما تشتمني. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك.